بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل الكبده بطريقه سهله جديده مع بعض. هنعملها في كايزر. تعالوا نخش على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل سندوتش كبده بطريقه جديده. هنعمل السر بتاع الكبده بطريقه معانا سهله جدا. سر التتبيله بتاعه الكبده، مش هنحط حوالي البهارات دي كلها اللي هم بيحطوا حوالي 10-15 نوع من البهارات. انا مش هكتر كتير في البهارات بتاعتنا. انا معايا هنا في التتبيله بتاعتنا معانا فلفل حراق، معانا توم. هجيب البقله بتاعتي كده، هحط فيها الفلفل الاخضر بتاعي ده، وهحط الثوم، هضيف عليهم ملح، فلفل اسود وكزبره، وهدقهم بالهون او نفرمهم في المفرمه بتاعتنا. ملح، فلفل اسود، كمون، سنه كمون كده، سنه كزبره، سنه كزبره كده. هننقع ده في التتبيله. سنه كزبره، الكبده بتحب الكزبره. هحط سنه بصل بودره. لو عايزين نحط سنه جنزبيل هنحط، بس احنا مش هنحط في الاكله بتاعتنا ده النهارده. لو عايزين نحط سنه شطه حمرا كده صغيره خالص. زي ما اتفقنا هنضربهم في الهون. هضربهم في الهون او هاخدهم في الكبه بتاعتي زي ما نحب احنا، وهنتبل بيهم الكبده بتاعتنا. اهو بعد ما دقينا الحاجه بتاعتنا بالهون افضل، هنزل عليهم بخل. هنزل بمعلقه خل كده، معلقه حلوه كده. هنزل بعد كده بنص ليمونه او ليمونه، وهتبل الكبده. هسيب الكبده بتاعتي لمده ساعه في التتبيله اللي احنا عملناها ديت كده. احنا هنجيب بقى ايه الليمونه بتاعتنا. هنزل بقى بالليمونه بتاعتي المعصوره كده خلاص. هنزل بقى بالكبده بتاعتي وهنقع الحاجه دي لمده ساعه زمن كده عشان تشرب التتبيله. هنقعها ساعه زمن عشان تشرب التتبيله بتاعت التوابل اللي احنا عملناها. التوم هغطيها كده وشيلها في التلاجة، اقلبها تقليبه حلوه وشيلها في التلاجة. ريحتها طبعا تحفه. وكده سيبناها احنا لمده ساعه كده، بس احنا عشان خاطر وقت التصوير هاجي بقى اخد الحاجه الطاسه بتاعتي على النار واعمل فيها الكبده بتاعتي. هسخن الزيت بتاعي جامد كده. هنزل بالكبده بتاعتي بقى. طبعا الريحه حكايه بجد، الريحه تحفه جدا. زي ريحه المحلات بالظبط. الريحه هنا بصراحه جايبه يا اخي الشارع. طبعا سيبناها مع الثوم والفلفل والكزبره والتوابل بتاعتنا. احنا مش هنحتاج بقى نديها توم تاني، هو التوم ده كفايه كده. طبعا يستحسن يبقى توم بلدي احسن من الصيني طبعا بكتير عشان التست بتاعه عادي، ومش هتاخد وقت معانا على النار الكبده بتاعتنا طبعا. طبعا الكبده ما ينفعش نوطي عليها طبعا، بتعمل على نار عاليه.
لما تستوي حتى نوطي عليها، لكن في المرحلة دي ما ينفعش ان احنا نوطي عليها الكبدة بتاعتنا. طبعا ده الصوص ده طبعا هينشف دلوقتي، الكبدة هتتشربه لما نيجي نوطي على الكبدة. مش هنتبل كتير عشان كده احنا متبلين الكبدة بتاعتنا. الصوص اللي احنا عملناه ده الكبدة دي بتاعتنا هتشربها. في المرحلة دي بقى انا هوطي النار بتاعتنا عشان الكبدة بتاعتنا كده خلاص داخلة على سوا، خلاص بدأت تستوي. هوطي على النار وبكده خلاص الكبدة بتاعتنا. هنزل بالملح، سنة ملح، سنة كمون صغيرة. طبعا احنا عشان خاطر متبلين الكبدة. سنة فلفل اسود، واخيرا سنة الكزبرة. لو محتاجين نحط ليا هنحط ليا. سمنة بلدي، نحط سمنة بلدي هقطعها اهو. هنا عاملين تريكاية كده، التركاية دي آخر حاجة بنحط سنة ملح وسنة كزبرة وسنة فلفل أسود مع سنة خل، وبعمل شوية الصوص بتاعي اللي هو كده في الكبدة. آخر حاجة بقى هنزل بيها، آخر تركاية هنزل ببصلاية كده، هنزل عليهم بطماطماية، هنزل عليهم بشوية بقدونس، وكده خلاص خلصنا السندوتش بتاعنا. ياخد بس كده تسخينة وهنغرفه في العيش الكايزر بتاعنا. كده خلصت معانا الكبدة دي. مش كبدة اسكندراني يعني، عشان خاطر بس تبقوا عارفين كبدة اسكندراني متاخدش بقدونس ولا بصل ولا طماطم. كده بقى نغرفها في العيش الكايزر بتاعنا. وبكده خلاص نكون خلصنا الكبدة بتاعتنا بالشكل ده. اشوفكم في فيديو جديد.